عبد الله ابن أبي جمرة رضي الله عنه، الإمام المحدث العلامة الفقيه المفسر للقرآن، ولد في الأندلس. هو الإمام القدوة الرباني رضي الله عنه، قدم مصر وله زاوية بسفح المقطم المبارك. وهو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، وكنيته أبو محمد، ويتصل نسبه بالصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، فهو الخزرجي نسبا، والمالكي مذهبا، المحمدي سلوكا. وهو موسوعة علمية أفاض الله عليه من علم الحديث النبوي وتفسير آيات القرآن وعلوم الحقيقة والشريعة. اتخذ حياة الزهد والتواضع، وبث العلم لطلابه. ولد رضي الله عنه في بلاد الأندلس، ونشأ نشأة دينية، وقد تربى على فهم علوم الشريعة والحقيقة. حفظ القرآن الكريم، وتعلم علوم الفقه، وتعلم علم الحديث وعلم السنة حتى اشتهر بهما. من كتبه وتصنيفاته مختصر الجامع الصحيح للبخاري، ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة أو جمع النهاية في بدء الخير والغاية. وفيه اختصر ابن أبي جمرة صحيح البخاري، فانتقى منه 297 حديثا، من أبوابها بهجة النفوس وتحليها بما لها وما عليها. وفيه شرح الجامع الصحيح للبخاري المرائي الحسان، وجمع فيه الرؤى التي رآها عند شرحه لأحاديث البخاري، وهي 70 رؤية. تفسير القرآن الكريم، وشرح حادثة الإفك، وشرح حادثة الإسراء والمعراج. ومن تلاميذ سيدي عبد الله بن أبي جمرة الإمام محمد ابن محمد المغربي المالكي، المعروف بابن الحاج، صاحب كتاب المدخل في البدع، أو صاحب كتاب المدخل في البدع. قال عنه: الوفاة 675 هجريا، الموافق 1296 ميلاديا. رحم الله الإمام، وغفر الله لنا وله، وأسكنه الله فسيح وأعالي جنانه، اللهم آمين. الشاهد من هذا يا جماعة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.